بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده كده قبل ما نتكلم في اي حاجه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه الناس كلها بتسال عليها وبتتكلم فيها: تحويل اللحم. ناس ياما بتخش مشروع الارانب ويقول لك انا بصفي بسبب ايه؟ قله تحويل اللحم معايا، ومفيش تحويل لحم في السلاله والكلام من ده والخصوبه والكلام ده. الكلام ده كله يا جماعه بيعتمد، مش حكايه علف، ماشي؟ ولا الكلام ده. العلف دي طبعا حاجه ماشي مفروغ منها، اللي هي لازم يكون عندك علف حاجة كويسة. لكن اللي هو أهم من العلف رقم واحد عشان العلف دي يشتغل معاك هي السلالة يا جماعة. لازم يكون في سلالة قوية معاك، سلالة تحول معاك لحم وتبقى كويسة في الرضاعة وتبقى خصوبتها 10/10. طب الكلام ديت احنا نشتغلوا بيه ازاي ونجيبوه ازاي؟ اللي هي السلالة بتحول لحم والكلام من دي. السلالة دي بيبقى لها مواصفات يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أنا مثلا نيجي نختار سلالة من عند اي حد، السلاله دي بيبقى لها مواصفات. ايه هي مواصفاتها عشان انا اجيب سلاله تكون كويسه تحول لحم؟ احنا ما بنتكلمش على سلاله بيور ولا الكلام ده، احنا بنتكلم على سلاله مهجنه، بس إيه يعني التهجين بتاعها تهجين كويس محسن كويس. اللي احنا مثلا نلاقي ارنب بيكون ودانه طويله مثلا، تكون الارنب دي ودانه طويله، يكون الارنب دي ظهره عريض، ماشي، يكون خف الرجل الارنب مثلا حلوه. يعني شوف خف رجل الارنب من قدام تكون عريضه، الارنب ذات نفسه ودانه تكون كبيره. يعني تمسك الارنب كده تلاقي تحس ان هو ودانه كبيره معاك، بسم الله ما شاء الله، زي كده اهي. تمسك الارنب كده تلاقي رجليه عريضه، تلاقي ظهر الارنب عريض. الارنب ده يا جماعه يحول معاكم لحم بسرعه. دي حاجات كده لسه بكر، ارانب لسه بكر، لسه ما اشتغلتش، لسه ما جابتش عمر من 5 شهور عشان تشتغل. بس انا بعتمد عليه اللي انا راجل بنحسن عندي السلاله، بطلع ظهر محمل، ماشي، بسم الله ما شاء الله، بطلع عريضه من ورا. تكون ركز معايا في التليفون، شوف التليفون جايب الصوره ولا لا، التليفون مظبوط. اللهم صل على سيدنا. تكون ظهرها عريض، تكون عريضه من ورا، يكون خف الرجل الام كبير، يكون راس الام ما تكونش مسحوقه يا جماعه. انا عايز راس الام تكون كبيره كده، ماشي، ودان الارنب كبيره. الارنب ذات نفسه انت تبقى شايفه كده، شايف حاجه كويسه قدامك. لان في ناس ياما بتروح تدفع فلوس وبتجيب سلاله ما تشتغلش معاها وبتصفي بسبب السلاله، يقول لك انا بجيب انضف علف. يا عم العلف ديت لازم يكون الارنب بياكل علف يكون كويس، بس لازم عشان ناكل الارنب دي علف كويس يكون الارنب ذات نفسه بيساعدني. والله العظيم انا بتكلم كلام بصراحه، قصه مش قصه علف بس. رقم واحد الارنب، هات لي ارنب يكون سريع التحويل، يكون خصوبته حلوه، رضاعته حلوه، ماشي. كل ده كده اول ما ياكل علف كويس هيديك انتاج كويس، هيديك حاجات انت ما شفتهاش قبل كده عندك. حاول ان انت تجيب سلاله كويسه. طيب الناس اللي بيقول لك احنا هنجيب سلاله احنا بنجيب سلاله والكلام من دي، نلاقي فيها مثلا واحده هي اللي حلوه والباقي كله وحش، بقول لك خد من الحلوه دي. يعني الحلوه دي اللي هتلاقيها عيالها بيكبروا معاها على طول، عيالها سرعه في التحويل، هي رضعتها حلوه، الام بعد ما بتولد بتبقى مسنوده وحلوه. طيب اشتغل منين؟ هتاخد من الام دي، والامهات التانية لا. طيب بالنسبة بقى، طيب انا ممكن اريح دماغي من القصة دي خالص واعمل حاجة تانية احسن. ايه هي؟ اللي انا اروح لواحد راجل يكون بيطلع ارانب عنده ومحسن الارانب عنده. لان شغل المزارع يا جماعة، الناس اللي بتشتغل، الناس دي شغالة من زمان. يعني ايه؟ يعني بتحسن السلالة عندها، بتطلع ارنب كويس بمعنى الكلام. لكن انت لما تكون شاري من مكان انت مش واثق، ما فيهوش يعني مكان انت مش واثق منه وجبت منه، ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي انت بتلاقي واحده كويسه والباقي مثلا مش كويسين، تلاقي اتنين جبت 10 ممكن تلاقي 3 حلوين والسبعه التانيين مش حلوين. لكن المزرعه بتعمل، المزرعه انها تحسن. يعني ايه بتحسن؟ ان هي بتاخد من الامهات الكويسه وتطلع الصفه الكويسه اللي هي تحويل اللحم والرضاعه والخصوبه، وتعمل منها قطيع امهات عندها. في ليه بتلاقي عنده السلالات كويسه، ممكن تجيب 10 تلاقي فيهم واحده هي اللي مش كويسه، تبقى واخده صفه تانيه خلاص كده بره. لكن بتلاقي اللي عندك الاكتريه هم اللي فيهم ايه؟ سلاله كويسه. لو انت عايز تربي ارانب وربنا يكرمك فيها وتكسب فيها، اول حاجه تدور عليها السلاله. السلاله يا جماعه، السلاله اجيب سلاله كويسه. بعد ما اجيب السلاله اعمل ايه؟ اوضب المكان بتاعي كويس، ويبقى عندي مكان كويس تهويته كويسه، وبعد كده اشوف ايه؟ علف اللي في السوق كويس واجيبه. وكده يبقى ايه؟ انت ماشي في مشروع الارانب مظبوط.
وبقول لك اهو الارنب لازم يكون ارنب كويس، لازم السلاله عندك تكون كويس عشان الخصوبه تبقى عندك معدوله. الارنب لو ظهره عريض والام دي صحتها كويسه خصوبتها بتبقى كويسه، رضاعتها بتبقى كويسه، عيالها بيكبروا بسرعه، بتحافظ على عدد الخلفه مع المكان الكويس مع العلف الكويس. دي حبيت اعرفكم المعلومه دي لان ناس ياما بتتصل بتقول انا عندي التحويل وحش، اساله انت عندك الامهات وزنها كام؟ يقول لي وزن الام مثلا 3 كيلو، 3 كيلو ونص، هتجيب لك ايه؟ اللي هي 3 كيلو ونص هتجيب لك ايه؟ الام يا جماعه عشان تلقح وهي لسه بكر اقل حاجه يبقى تقول الام دي ماشي ضعيفه عندي، اقل حاجه 3 كيلو 300 جرام ل 3 كيلو ونص، يعني من 3 كيلو 300 جرام ل 3 ونص. على الرغم ان انت ما بتفتح لهاش علف كمان، يعني انت لو فتحت لها علف هتوصل معاك اعلى من كده، بس هو الوزن المثالي ليها مع الاكل والكلام دي اللي تجيب لك 3 كيلو ونص على عمر 5 شهور تلقحها. الام دي تبقى مزنوقه معاك، الام دي بعد ما تشتغل معاك وتظبط معاك هتلاقيها فوق ال 4 كيلو، معاك من 4 كيلو ل 4 كيلو ونص، يعني مش هتلاقي ام اقل من 4 كيلو ولا تلاقي ام اقل من 4 كيلو وربع، هتلاقي اضعف ام عندك من 3 كيلو وربع لغايه 3 كيلو ونص، عفوا من 4 كيلو وربع لغايه 4 كيلو ونص وانت طالع كمان. الام دي هتجيب عيالها طالعين زيها كبار وحلوين، هيحولوا معاك بسرعه ويبقى معاك 10 على 10. دي بس حبيت اعرفك المعلومه ديت، وحبيت برضه اوريكم ايه في حاجه تانية مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه زي الام البابي دي مثلا اهي، بسم الله ما شاء الله لسه ام بكر برضه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله عليه. الام اهي اقف اهي، لو الواد ده محطوطه في عين واسعه هتلاقي الام صحتها حلوه شويه اهي ما شاء الله عليها يعني. امهات 10 على 10 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اقفي بقى ما تبقاش عافيه كده، تهدلني. الامهات عشان محطوطه في عين واسعه بتلاقي الام طالعه اعصابها حلوه، دي برضو معلومه حلوه نبقى نتكلموا فيها بعدين، حكايه العين الواسعه دي. كده حبيت بس اعرفكم المعلومه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.